هذا احنا نسموه سحر الفونو أو سحر الدمية، وهو من الأسحار السوداء الخطيرة. واش لاحظت أنا يا إخوتي؟ نورمالمون هذه الامرأة كي راهي تأبوي وتفوانتي في بطن هذه الدمية، هذا الشخص يسقط بوجع عظيم في بطنه وليس في رجله. هذه من ناحية. هذا الشخص يسقط بوجع عظيم في بطنه وليس في رجله. هذه من ناحية. واغلب هذو اللي جوار وكذا اللاعبين يركزوا لهم على رجليهم، خاطش فما القوه تاعهم، ولازم القوه تاع الاصابه تكون في الرجل. هنايا راهي تابويلو في كرشو وفي صدره. نورمالمون الوجع او اي حاجه ينقاس في صدره وفي كرشو ماشي في رجله. ونورمالمون هنايا في السحر الفودون اللي هو سحر افريقي منتشر بزاف في جنوب افريقيا، ودوك دخل الى الجزائر والبلدان العربيه ومصر والمغرب وغيرها. نورمالمون هذه الدميه تكون كامله، ما تكونش ناقصه. هذه من ناحيه. يعني هنايا الامر مشكوك فيه، خصوصا انه هذه البنت صوروها كي كانت تدير في هذه الطلاسم والاسحار. وهو السحر هذا بالذات لازم له سريه تامه وفي الخفاء، وما يكونش تحت العين المجرده، لان السحر لازم السحر يكون خفي ما يبانش، باه انت ما تبطلولوش. لان السحر نهار اللي تبطلو هذا السحر ثاني يتعاقب من عند ابليس عليه لعنه الله، لان هذوك الجنود اللي سخرهم له ابليس يتحاسب عليهم، ماشي هكذاك. الشيء اللي راني مايل ليه 100% على سما شفت هذاك الفيديو، انه هذا الفيديو كان ترويجي اشهاري للسحر من طرف الماسونيه العالميه، راهي تروج لهذا السحر بطريقتها الذكيه، باه الناس تعرف هذا النوع من السحر وكيف، لانه له طريقه وله قوه سريعه في النتائج، يعني فيها نتائج سريعه جدا. يعني انسان كي تسحرو ما تستناش مده، تشوف ضربه سور بلاس. هذا الفيديو تشهيري ترويجي للاسحار القادمه او الاسحار اللي راهي في الطريق، زادوا طوروها. هذا سحر من الاسحار، يعني وصلوا لنا الفيديو ووصلوا لنا الفكره بذكاء وبخبره، مما خلى هذا الفيديو ينتشر بصفه رهيبه وقويه. الماسونيه راهي تخدم في خدمتها كما يجب، الشيطانيه الترويج لكل شيء ضد الاسلام والمسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وماذا بيا تعطوني رايكم في التعليقات وتبارطاجيو لنا هذا الفيديو كيما هما يبارطاجيو الشر، حنا نبارطاجيو الخير. مع تحيات الشيخ الراقي والمعالج والباحث والمدرب ابو تقي الله الجزائري.